وعملنا الفرخة المشوية في الفرن زي ما وريتها لكم. هنزلها لكم في فيديو لوحده، وهنزل لكم بقى ان شاء الله الفيديو ده اللي هي الكفتة المشوية لوحدها. هنعمل كفتة كباب لوحدها مشوية، هنشويها في الطاسة او هنشويها في الفرن على الشبكة. ولا احلى ولا اعظم مشويات عند الحاتي، خطيرة. حطينا بصلة مبشورة، بشرت حتة دهنة صغيرة قد كده، جايباها من الراجل بقري، وده لحم بقري نص كيلو. وهنعمل احلى كفتة الحاتي مشوية. النهاردة عاملين مشويات علشان كله عايز مشويات، مش عايزين طبيخ او خضار. عملنا امبارح خضار نشكر الله. النهاردة نعمل مشويات، اللحمة مشوية، الكفتة كباب او مشوية قلنا في على الشبكة. شوينا الفرخة على الشبكة زي ما وريتها لكم، وهتشوفها لما تستوي في الفيلم اللي قبل ده، الفيديو ده اللي قبل ده، عشان الفيديو ده عاملاه لوحده للكفتة عشان ما يتطولش عليكم. عملتهم على فيديوهين اهو. ملح وفلفل وقرفة وجنزبيل و7 بهارات. وهنعمل احلى كفتة حاتي. بليت رغيف، بشرنا بصلة وبلينا رغيف وفركناه، وحتة دهنة صغيرة عملناها بشرناها، قرفة وجنزبيل. يلا وهنعجن احلى كفتة. عايزة تحطي لها بيضة حطي، انا مش هحط لها بيضة دي بقى، اشويها من غير بيضة. سوري عشان عندي برد جديد، صلولي وادعولي، بحبكم جدا. هنعمل كفتة مشوية بتاعت الحاتي على الشبكة او في الطاسة زي ما وريتكم. نعملها، نشوفها نعملها ازاي. نعجنها حلو قوي، نعجن فيها حلو شوية وارجع لكم. هنحط حتة قرفة كمان وبشرة جوز الطيب. يلا وهرجع لكم اهو يا حبايبي. اهو عجناها شوية حلو، شايفين لما بقت كورة اهي، لمت اللحم خالص وعملت نسيج، شايفينه خيوط حلو، عملت نسيج حلو اهو اهو. ولمت نعجن فيها كده شوية اهو. بوريكي اكلات حلوة نعملها موفرة في البيت. نص كيلو اللحمة من الجزار ب190 ولا 180 حسب الموقع اللي انت فيه، او 200 ارخص. 8 سندوتش في الشارع، صدقوني 8 سندوتش في الشارع، او وجبة ليكي وحدك في الشارع، وجبة صغيرة لشخص واحد في اي مطعم. لكن انت هتأكلي البيت كله بالكفتة اللي هتعمليها اهو. هنعمل احلى كفتة حاتي اهي، خطيرة. شايفين لما ازاي وحلوة اهي. بس هنكبر الصباع كده شوية عشان هنحطهم على سيخ الفرن، وتحتيهم الحوض بالمية. يلا هنشوي شوية كده وشوية في الطاسة بالزبدة اللي حابين. يلا هنصبحها ونشوفها احلى كفتة. احلى حاجة واظبط حاجة الكفتة تظبط معاكي لما تتعجن حلو. اتعجنت حلو خلاص مش هتفك، وحلوة جدا وخطيرة اهو. وتبلناها ملح وفلفل اسود، حتة قرفة وحتة جنزبيل وبشرة جوز الطيب و7 بهارات، وخطيرة اهي. ما حطيناش بيضة النهاردة عشان هنشويها شوي كده تبقى حلو. يلا ممكن تصبعيها كده وممكن تصبعيها على حاجة اهو، على شيش خشب او كام شيش خشب امسكين مع بعض، او ايد المقوار، ايد السكين، اي حاجة اهو. شايفين
او بايدك بس كده اهو. وهنعمل احلى كفتة وهنحطها على الشبكة في الفرن، وشوية هنعملهم في الطاسة بالزبدة من فوق برضو كباب، ويبقى احلى كفتة. خليكم معايا شوفوا هنعمل ايه. الكفتة بتاعتنا الكباب اهي اللي عملناها اهي، كفتة مشوية كباب. شايفين النص مطلع حاجة وفيرة، وانا عاملة الصباع كبير جدا زي بتاع الحاتي اللي هو يتقسم نصين بعد ما يستوي، عاملاه كبير جدا. يلا هعملها بالزبدة كباب كده من فوق، وبعد ما نخلص هنشوفها مع بعض. سكر، ريحة تحفة ما اقولكوش، حلوة جدا. يلا والفيلم اللي قبليه بقى شوفوه، عاملة فيه الفراخ مشوية تحفة، فراخ الحاتي مشوية والكبابجي، عاملة حاجات مشوية كبابجي النهاردة تحفة. يلا بألف هنا، وكل سنة وانتم طيبين يا حلوين. وهنعمل طحينة وسلطة زبادي بالثوم والخيار، وهنعمل سلطة بقى بتاعت الحاتي، سلطة خضر. يلا كل سنة وانتم طيبين يا حلوين. شايفين يا حبايبي الكفتة تحفة تحفة، بنقلبها اهي على الجناب تحفة، طعمها عسل سكر كده. يلا مغطينا بالهنا والشفا، اعملوها الطريقة دي حلوة قوي، هتعجب ولادكم، طعمها لذيذ جدا. وفي الاخر هنشوي طماطم، هنقطعها مربع كده 4، وبصل، ونشويهم في مكان الكفتة. يلا بالهنا والشفا، خطيرة، جربوها حلوة قوي تعجبكم. اهو يا حبايبي عملنا سلطة خضراء بتاعت الحاتي، بصل وخيار وطماطم وفلفل اخضر، وسلطة زبادي بالثوم والزبادي والخيار والثوم مهروس، وحتة فلفل اسود كده وبسيط ملح، واهو جميلة جدا. وحطينا ليمون على السلطة وكمون. يلا بألف هنا. وادي كفتة اهو باقيها بنشويه، خطيرة طعمها تحفة، والريحة جميلة جدا، البيت كله مشويات الحياتي تحفة. يلا بألف هنا، كل سنة طيبين يا حلوين. الفراخ اللي شويناها اللي في الفيديو اللي قبليه اهي، عشان انا عاملاها في يوم واحد اهو دلوقتي مع بعض، بنسخنها تاني عشان ناكل، والرز بنسخن العيش. يلا كل سنة وانتم طيبين، واعملوا الطريقة جميلة قوي، الريحة تحفة اكن شوينها بالفحم. يلا سلام.